مستويات اللغة B1 B2 C1 C2. ازاي نقدر نحكم على نفسنا، وازاي نقدر نقيم نفسنا، وايه اهم مشكلة بتواجهنا احيانا واحنا بنتعلم وبنحس باحباط ان مستوانا ما وصلش للمستوى الفلاني اللي احنا عايزينه. اول حاجة، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا خاصة بالمعرفة او بالعلم، ازاي بنكتسب علم لغة معين. بما اننا في المدارس والكليات كان تعرضنا الدائم لمسألة التعلم، ان احنا علشان نتعلم مادة معينة لازم يكون عندنا كمية ومدة زمنية معينة. يعني انا عايز اتعلم مادة الاحياء لازم اذاكر 40 وحدة خلال 4 شهور علشان اقول على نفسي ان انا عندي العلم ده او المادة دي. وده في مسألة التعلم غلط، هو اصلا كارثي، مفيش حاجة اسمها كده. انت في التعلم يا حبيبي مسألة محاولة وخطأ، انت بتحط فريم عام، وخلال الرحلة دي مرة تقع، مرة تقوم، مرة تتخبط، مرة دماغك تتفتح، وهكذا. دي مسألة التعلم. أي تعريف للتعلم أو أي تعريف اصطلاحي للتعلم يقول لك التعلم محاولة وخطأ، شكرا. فإحنا أول حاجة إحنا أصلا داخلين طريق وإحنا مش عارفين المانوال بتاعه فين. فدي أول حاجة، مسألة التعلم هي مسألة محاولة وخطأ، شكرا، مش مسألة كمية. فإحنا بنتعامل مع المستويات من منطلق الكمية. بنتعامل الاتحاد الاوروبي، المرجعيه اللي احنا كلنا بنرجع لها ديت، اللي هو المجمع او كل المجامع الخاصه باللغات، قالت لك عندنا مستويات A1 A2 B1 B2 C1 C2. هم ليه عملوا كده؟ هم عملوا كده علشان يقدروا يحطوا الناس في طبقات معينه اكاديميا، علشان يقدروا يصنفوا الناس لغويا. وفي اغلب الحالات بتكون حاجات خاصه بالشغل او بالدراسه، او ان هو حد عايز يفتح مثلا بيزنس في بلد معينه، او عايز ياخد الاقامه الدائمه. فكلها اهداف هم بس علشان يصنفوا الناس ويعرفوا هم فين. فده بالضروره مش معناه ان احنا لو تعرضنا لكميه، مثلا انا دلوقتي كعمر اكاديميا ممكن اوصل لاي لغه خلال سنه مستوى البي 2 اكاديميا، بس علشان اكتسب المستوى ده بي 2 هيحتاج مني لا فتره اكبر من كده. انا ممكن اعدي امتحان الفلاني مستوى البي 2 اكاديميا، لكن علشان اقول على نفسي ان انا بي 2 لازم اعدي زمن معين او فتره معينه او مراحل تعلم معينه، اقدر وقتها ان انا اقول انا بي 2 في اللغه. طيب انا ليه بقول كده؟ لان احنا في ناس بتعتقد ان هي لما تاخد مثلا اول حاجه القواعد، ما هي الا 15 او 20% من اي لغه. يعني العرب، ناخد مثال العرب، حطوا القواعد لما كان في مشاكل عند الناس اللي بيتعلموا اللغه العربيه او المسلمين الجدد. فهم قالوا لهم خدوا القواعد دي علشان لو عندكم شويه مشاكل في الكلام، يعني هو في كلام بالفعل في كلام، بس عندهم شويه مشاكل في الكلام، فصلحوها بالقواعد ديت. عندكم شويه مشاكل في قراءه القران، عندكم القواعد دي. هم بيقراوا القران فعلا بس عندهم مشاكل فهيحلوها. فهي القواعد ما بتخرجش من اطار 15 او 20% من اللغه. ده انا كمان اعطيها، يعني انا موجب معاها. تمام. فاحنا مش معنى ان انا درست القواعد لغايه البي 2 ان انا مستواي بي 2، مش معنى ان انا درست الكتاب الفلاني احنا برضو بنتعامل بنفس العقليه بتاعت المدرسه، اللي هو انا هدرس اللغه الانجليزيه 4 5 كتب، هقفل على نفسي 6 شهور وهكون بي 2 في اللغه. ممكن تكون بي 2 بس اكاديميا. انت مش هتكون بي 2 يا حبيبي، او مثلا سي 1 او سي 2. سي 1 خشوا كده على اي لغه، شوفوا السي 1 ليفل دوت او السي 2 ليفل ده عايز يعني هو بيتكلم في ايه. هيقول لك مثلا السي 1 مثلا، انا كنت اخدته من قريب في الايطالي. السي 1 ده شخص بيتكلم في مواضيع علميه، بيلخص مقالات، قادر على ان هو يترجم، بيعمل حاجات انت في العربي ممكن اصلا يكون عندك مشاكل فيها. انا خدت السي 1 ليفل ده بعد ما خلصت الكليه بتاعتي 4 سنين كليه الألسن، بعد كده اخدت السي 1 ليفل، واخدته يعني بمذاكره، ورحت كانت منحه وهكذا. فممكن تلاقي حد سي 2 ليفل هو اخده مثلا بعد 4 5 6 سنين، كويس جدا، بس هو عشان يكون المستوى ده انا ممكن اكاديميا اخده، بس عشان اكون المستوى ده لازم يكون تعرضت لكميه سنين وخبرات. هقول لك ببساطه ليه، لان السي 1 والسي 2 ليفل دول دي حاجات، يعني انت بتكون يا اما متحدث اصلي شبه المتحدث الاصلي يعني، او انت بتكون احسن منه. فانت عايز تكون احسن من حد هو اتولد في البلد دي، هو درس الحضانه والابتدائيه والاعداديه والثانويه والكليه، هو تشرب الثقافه ديت من الاكل، من الحياه، من الهواء، من الطبيعه. فانت عايز تكون احسن منه. ممكن تكون احسن منه بس هتحتاج وقت كتير، هتحتاج وقت.
لكن الإطار الأكاديمي حاجة، والاكتساب المستوى ده حاجة تانية خالص. هو الإطار الأكاديمي محطوط علشان هدف معين، أنا عايز يجيلي طلاب من نيجيريا مستواهم B2 عارفين مثلا القواعد ديت والمواضيع دي وعندهم الكلمات دي، فأنا بعد كده أكون معتمد إن هم هيعرفوا يذاكروا لوحدهم الحاجات بتاعت الكلية. عايز أجيب حد هنا يفتح بيزنس في إيطاليا يكون معاه إقامة مفتوحة، انا عايز اتاكد ان هو هيعرف يتعامل. طيب ممكن احطه في انه كاتيجوري، احطه مثلا في ال A2 او في ال B1. فده التعامل الاكاديمي، هم عملوا كده، عملوا الاطار ده علشان اي لغه عندها الاطار ده علشان الهدف ده. فانت بيجي لك احباط لما تقفل على نفسك 6 شهور وتلاقي نفسك انت مش طليق قوي في اللغه. ده علشان انت بتتعامل مع الموضوع من نفس المفهوم اللي هو كميه، مش الجوده او الكواليتي حتى. فبس دي نقطة كنت حابب اتكلم عليها، مهمة جدا، لازم تخلي بالك منها. ولازم وانت بتتعلم تعرف احنا ازاي بنتعلم، ايه هو مفهوم التعلم، انا ليه بتعلم. واهم حاجة تخلي التعلم ده الهدف كبير، وانت تكون عندك سلام نفسي كده. انا كل شوية بكرر المسألة دي بس هي مهمة جدا، تكون بتتعلم وانت عندك سلام نفسي. انت اخد حقك يعني تالت ومتلت، انت عندك نية، انت بتتعلم علشان هدف كويس لامتك، فخلاص اي حاجه بعد كده جت بكره جت بعدين مش مهمه. وعلى فكره المفهوم ده موجود، يعني اللي هو تلاقيهم مثلا بيقولوا ليه كواليتي not quantity. ده مفهوم حلو وصح جدا، بس هو اصلا عندنا في الاسلام يعني عندنا مفهوم اسمه البركه حلو جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال لك اي حاجه تحط فيها البركه، يعني الساعه دي ممكن تكون بمقام يوم كامل. فهم علشان عندهم مشاكل من اول الثوره الصناعيه وهكذا، وبعد كده الانقلاب على الكنيسه، فطبعا ايه، نسب العلم او نسب مفهوم البركه دوت ربنا سبحانه وتعالى بقى فيه اشكاليه. فاحنا ناخد ده، هو اصلا عندنا مش محتاجين، احنا عارفين هم عندهم ده، احنا عندنا ده. بس هو الاتنين بيوصلوا نفس الطريق، طبعا انت باختلاف ان انت عندك نيه ربنا سبحانه وتعالى. فتعامل مع الامور ببساطه. الاسلام اصلا بيعلمك ان هو مش عايز منك كميه، هو بيقول لك حبيبي انت عندك واحد اتنين تلاته اعمله، جت ما جاتش مش بتاعتك شكرا. فالتعامل بالكميه ده للاسف كان مفهوم احنا اخدناه طبعا بسبب الزفت الاستعمار وهكذا، وهم اصلا بره غيروه مش موجود دلوقتي يعني. فواحده واحده على نفسك، يعني هونا على نفسك كده، وربنا يا رب يوفقك ويخلي كل الوقت اللي انت بتتعبه دوت في ميزان حسناتك. ادعي لي دعوه حلوه. سلام عليكم.